السلام عليكم. اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي يا ريت يكمل معايا الفيديو للاخر فضلا وليس امرا، لان الفيديو فيه تفاصيل مهمة جدا. هتكلم في فيديو النهاردة ان شاء الله عن مروة يسري او المعروفة اعلاميا بمروة بنت مبارك. طبعا صرحت تصريحات خطيرة جدا ومهمة جدا. تابعوا معايا الفيديو. بس قبل ما تتابع الفيديو اتمنى من حضراتكم فضلا وليس امرا لايك للفيديو وكومنت برايكم، ده مهم جدا علشان تشاركوني رايكم، وسبسكرايب للقناه علشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. طبعا في فيديو النهارده الفيديو زي ما قلت لكم مهم جدا. اللي شغلت الرأي العام الأيام دي وهي القبض على علياء قمر. في أقوالها قدام جهات التحقيق حكت وقالت إنها بدأت حياتها كعاملة نظافة، ومرت بظروف أسرية صعبة جدا وقاسية جدا. بعد انفصال والدها عن والدتها حصلت مشاكل أسرية وتم طردها من بيت والدها وزوجة أبيها. وبعدين علشان تعرف تعيش أخدت أجرت مكان شقة تقعد فيها، وبعدين اشتغلت بياعة مناديل علشان تقدر تعيش. وفي الآخر دخلت عالم اللايفات علشان تحقق ربح مادي تقدر تصرف منه على نفسها. النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسها إلى 15 يوم. والمحامي الموكل عنها قال ان علياء قمر دي ضحية من ضحيات السوشيال ميديا، لان في فرق ما بين حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبين نشر محتوى خادش للحياة. لازم نفرق ما بين الاتنين. طبعا دي خلصنا من اول موضوع في فيديو النهاردة وهي علياء قمر. تعالوا بينا بقى ندخل في موضوع مروة يسري او المعروفة اعلاميا بمروة بنت مبارك. صرحت بايه وقالت ايه؟ تابعوا معايا الفيديو. الجزء المهم بقى واللي قالته مروة في التحقيقات ان في شخص يدعى أليكس، هو يعتبر الصندوق الاسود لتجار الاعضاء في مصر، ويعرفهم ويعرف كل اسرارهم. وكمان أليكس ده هو كلمة السر في اتهام الفنانة وفاء عامر واخرين في الادارة بتجارة الاعضاء. وكمان قالت في تصريحاتها كلام مهم جدا وخطير جدا. قالت ان انا بمتلك مستندات واوراق بتثبت صحة كلامي عن الفنانة وفاء عامر وعن لاعب الكرة الراحل ابراهيم شيكا الله يرحمه. وقالت كمان ان الاوراق والمستندات دي وصلتني عن طريق شخص اللي هو اسمه أليكس ده، وطبعا هي اتعرفت عليه عن طريق التيك توك. وبعدين هو كلمها وقال لها انا معايا اوراق ومستندات بتثبت ان في تجارة اعضاء في مصر. وهي قالت وبعدين قابلني شخص مجهول في اسكندرية في مول في سموحة وسلم لي ملف كبير ومستندات فيها معلومات خطيرة جدا ومهمة جدا عن قضية تجارة الأعضاء في مصر. وكمان قالت إن المستندات دي فيها اسم شهير لمستشفى كبيرة في المهندسين. وهي بعد ما شافت الأوراق وشافت الملف واطلعت على المستندات واتأكدت من المعلومات، حاولت تطلع على تيك توك علشان تقول كل اللي تعرفه وتبان للناس الحقيقة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين وللي مش عارف انها تم الغاء التوكيل الخاص بالمحامي طه الزقلاوي زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده في البيان. ويلا بينا نشوف الفيديو الجاي ده من الاستاذ المحامي هاني عوض المتحدث الرسمي في قضية مروة. فانا ما انسحبتش من القضية، والدليل ان انا قلت في البيان بتاعي ان انا مستمر في القضية حقوقيا واعلاميا. يعني هقدم بلاغات، يعني هتحرك، يعني هجمع خيوط، يعني هترحل الرأي العام. حصل مني ولا ما حصلش مني؟ عشان بس الناس اللي داخله. انا هعرض لحضراتكم جزء من اللايف واللي اتكلم فيه كلام مهم، ولو عايزين تشوفوا اللايف كامل هتلاقوه على الفيسبوك. جماعة الأساتذة الأفاضل المحترمين اللي موجودين في هيئة الدفاع، البيان بيقول إيه؟ إحنا بنرحب بانضمام الزملاء والأساتذة المحامين لهيئة الدفاع، وده الطبيعي. أي حد مهني محترم صاحب ملف لما يكون معاه قضية رأي عام كبيرة بالشكل ده بيبقى محتاج كتيبة دعم معاه عشان تسنده وتقوي قلبه، حتى لو هو كفيل ان هو يقوم بيها وحده. ولو وصلتوا معايا للدقيقة دي من الفيديو احب اشكركم جدا لمتابعة الفيديو، واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برأيكم وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد بقدمه. ولقائي في فيديو ليكم ان شاء الله، وباي باي.